dox dox yéen su fekkee sëriñ bi day dugg da ngeen bloqué moom mu dugg dañu buuxal d'accord ngeen xaar mu dugg ba pare comme ça nit ñi mu dugg yéen ñu yore seen caméra da ngeen avancé moom waaw léegi may la ko avancé ba pare avancé moom mu dugg da ngeen di taxaw mu jàll. may la ko mu ñëw c'est bon avancé xaaral ñu avancé ba pare nañu avancé ba pare Diop jàllal non man laa dem ci gannaaw الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من أعظم أعياد الإسلام من جمعة للجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام وهي في حق الفقراء والمساكين بمنزلة حج بيت الله الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما فرغ بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما فرغ بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما فرغ كبشا عقبا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما فرغ دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما فرغ بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إحدى اجتنبت الكبائر وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي خدري رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا واعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة في يوم هذا في مقام هذا من شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة ومن تركها في حياته أو بعده وله إمام عالم أو جاهل استخفافا بها أو جحودا بها ولا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا بر له حتى يتوب من تاب الله عليه وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة 3 كتب عند الله منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل ومن ترك الجمعة 3 جمع متواليات فقد نزل الإسلام وراء ظاهر وعليكم بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات لا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع قليل عما قليل يفنى والآخرة خير وأبقى قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى واتباع الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة له الفضيلة أمرنا أمر الملائكة بنفسه وثنى بملائكة القدس وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه قال وقال تشريفا لنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10
عليه ألفا كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب. أعيكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا يجب ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين والصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المريد الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن فقه الأموال فقه الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة الأميرة بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك من كانت في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين وجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المؤمنين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء واغفر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.